تعال افكرك في 28 ديسمبر 2023 ايه اللي حصل. وقتها كان نهائي كاس السوبر المصري ما بين النادي الاهلي ونادي مودرن فيوتشر. كان وقتها اول سنه نظام السوبر المصري يتغير ويبقى باربع فرق. النادي الاهلي كان بيلاعب سيراميكا والنادي الاهلي كسب وقتها 1-0، ونادي بيراميدز كان بيلاعب نادي مودرن فيوتشر وخسر منهم بضربات الجزاء. هتقول لي طب نادي الزمالك كان فين في الوقت دوت؟ نادي الزمالك كان ممنوع ان هو يلعب البطوله دي، لان هو كان قبلها البطوله اللي قبلها بتاعه السوبر كان اعتذر ان هو يروح السوبر، فاتمنع موسمين ان هو يلعب كاس السوبر المصري. فعشان كده ما كانش موجود نادي الزمالك في البطوله ديت. عشان في النهائي يتلعب ماتش ما بين النادي الاهلي وما بين فيوتشر، الماتش كان سهل الى حد ما في الاول للنادي الاهلي، لحد ما مصطفى شوبير قرر ان هو يسهل الماتش على نادي او يرجع نادي مودرن فيوتشر في الماتش. وفعلا جونين يعتبر شبه، في جون اكيد غلطه منه، والجون التاني برضو هو يعتبر متداخل فيه شويه، بس هو كان شوطه من بعيد عشان يرجع مودرن فيوتشر والماتش يروح للاوقات الاضافيه، عشان بعد كده يجي انتوني موديست، والحسنه الوحيده اللي تقريبا عملها هي وماتش بلديه المحله في المحله عشان يرجع للماتش 3-2. وبعد كده كريم فؤاد يسجل الهدف الرابع وينهي البطوله خالص، ويجيب البطوله للجزيره والنادي الاهلي يحقق كاس السوبر المصري. انا كده خلصت كلامي النهارده، اشوفكم بكره ان شاء الله. تعال افكرك.